كرم الله ورحمته إلهن حدود. هاي شلون؟ أنا أقول لك شلون. البعض من الناس من تقول له قال الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الكاظم، أمير المؤمنين، هذا الفعل المستحب إذا سويته الله ينطيك 1000 حجة، هذا القول إذا قلته الله ينطيك 1000 حسنة. فهذا الشخص أول ما راح ينكر هاي الرواية أو ينكر هذا الحديث. يابا ليش؟ قال ما معقولة هذا الكم من الثواب على مود هذا الفعل البسيط. أقول لك إيه عادي، شنو يعني؟ الله تخلص حسناته مثلا؟ الله يخلص عطاء إذا أنطى؟ لا. فهنا أنت خليت حد الكرم الله سبحانه وتعالى ورحمته، معناته الله راح تخلص حسناته إذا أنطى. هذا الشيء يا أخوان مو منطقي. من ينطي هذا الثواب هو كريم، هو رحيم، ما راح ينقص منه شيء. ما يصير انه احنا نقيس هذا الثواب على التصور البشري او على العقل البشري اللي شنو هو قاصر. هو هذا العقل اللي تفكر به واللي انت تقيس به هو الله انطاك اياه، بعدين ترجع تقيس مالات الله انت. هذا الشيء مو منطقي يا اخوان. والفائدة من إكثار هذا الثواب الله سبحانه وتعالى حتى يحثنا على هذا الفعل. يعني من يقول من تقضي لك حاجة مؤمن، من تنفس عن مؤمن، أنطيك كذا أجر. الله يريد من عندنا أنه إحنا حتى نقضي حاجات بعضنا وإحنا طمعين وين العمل بأكثر ثواب أكثر حسنات نسويه. فأنت أخويا لا تستكثر على الله.